اخوان السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. كاس افريقيا شويه غطتنا على المحتوى شي شويه، ولكن سي با غراف. انا غير بغيت عندي واحد الملاحظه بسيطه. دائما كنقول بان هاد العرس راه العرس ديالنا، ودائما كنقول الهدف منا ماشي اننا نوجه رساله الى خصم معين اللي هو العسكر او لا بوصبع، ولكن الهدف ديالنا هو انه المراكمه الرقميه، ولا نديروا واحد الذاكره رقميه على المدى البعيد اللي غنشتغلوا عليها. اللي كنسوقوا واحد النموذج حضاري، نسوقوا واحد الصوره ديال المغرب، نسوقوا واحد الصوره للانسان المغربي، نسوقوا البنيه التحتيه للمغرب، نسوقوا للسياحه ديال المغرب، نسوقوا للحضاره ديال المغرب، نسوقوا لتمغربيت، نسوقوا لاي شيء جميل في المملكه المغربيه الشريفه بطبيعه الحال. كاين 95% ديال المغاربه اللي هما انضبطوا لهذا التوجه هذا، اللي هما انضبطوا لهذه الرساله، اللي وهذا الهدف يتجاوز حتى الهدف السياسي، الهدف الحضاري للمملكه المغربيه. ولكن بعض الاخوه المغاربه اللي للاسف الشديد مازال خصهم زعما ينضبطوا معنا شي شويه، لا هكذا ولا هكذا. قلنا وجهنا واحد التوجيه لذاك المغاربه، عاوتاني داك قوه تبوزيق بزاف، وداك قوه كعب الغزال بزاف، ما عندناش. يبقى داك التعامل ديال داك لا غروندور، يبقى التعامل ديال داك المغربي اللي هز راسو، اللي مفتخر، اللي شخص ينتمي الى واحد البلد اللي عنده قرون وقرون من التواجد المادي والسياسي، واللي عنده حضاره، واللي ما محتاجش وما كيقلبش على اللي يعطي شي شهاده. نو، بالعكس، نحن نسوق الحضاره ديالنا للعالم وليس للاشخاص. هذه النقطه مهمه جدا. ولكن كاين واحد النوع اللي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا كنت شفت واحد المنظر ديال واحد المشجع مغربي ادخل المباراه ديال المنتخب الوطني الجزائري، وهذا غير راي ديالي، زعما تقبلوه مني، نقدر نكون غلط، ولكن هذا رايي. مشجع مغربي دخل المباراه ديال المنتخب الجزائري والمنتخب ديال بوركينا فاسو شقيقه. ما كاين حتى شي مشكل، محقق، سواء انك تدخل تشوف مباراه لكره القدم، سواء انك تدخل تشجع المنتخب الجزائري، عجبك الحال ماشي مشكل، ولا تسوق شي صوره، شي رسائل اللي هي ايجابيه اللي حنا باغيين نسوقوا ليها ونهدموا الاطروحه ديال العسكر، سواء انك تشجع المنتخب ديال بوركينا فاسو الشقيقه، الدوله التي تعترف بمغربيه الصراع وعندها قنصليه في الاقاليم الجنوبيه للمملكه المغربيه. لكن باش انك تمشي وتدخل في وسط الجماهير الجزائريه وتشجع منتخب ديال بوركينا فاسو، هذه المساله هذه انا ما فهمتهاش. كاين بعض الاخوه المغاربه، اصحابي، اصدقائي، اعزائي، اللي كانت عندهم نظره اخرى، لكن انا النظره ديالي تختلف. الاخوه الكرام، انا بالنسبه لي هذا خلل. اولا انت تساهم في خلخله حتى التنظيم، لان المفروض ان المشجعين ديال بوركينا فاسو في واحد الجهه، والمشجعين ديال المنتخب الجزائري في واحد الجهه اخرى. اذا انت خليتي البلاصه ديال المنتخب ديال بوركينا فاسو ومشيتي للمنطقه ديال المنتخب الجزائري ومشيتي كتشجع بوركينا فاسو، شنو هي الرساله؟ الرساله هي لا بروفوكاسيون. الرساله ديال انك تخلي مجال انه الاداه الاعلاميه، يعني الحربيه، الا بغينا نقولوا الاداه الاعلاميه المعاديه، ان تستغل مثل هذه الصور وتقول شوف ان المغاربه اللي كتقولوا انهم كيقولوا عليكم خوا ها هو داخل في وسط الجمهور يعني الجزائري ويستفز. راك تستفز، انا واحد يستفزني يدخل في وسط الجماهير، مثلا الوداد والرجاء، ما يمكنش ان واحد من الجمهور ديال الرجاء يدخل في وسط الجمهور ديال الوداد ويشجع الجمهور ديال الرجاء. هذا استفزاز. يعني انا بالنسبه لي ذاك المنظر لا يليق. الصوره اللي قدمها هذاك الشخص، مع احترامي له واحترامي لجميع المغاربه في الاراء ديالهم، هذيك الصوره انا بالنسبه لي لا تليق. الاخوه الكرام، دخلتي اخويا ما احترمتيش حتى التنظيم. المفروض انك كنت باغي تشجع بوركينا فاسو تمشي مع الجماهير ديال بوركينا فاسو، ولا تمشي يعني كاين شي مقاعد اللي كتكون نوتخ تقدر تجلس فيها وتشجع اللي بغيتي، مي تدخل في وسط منهم ودير لهم لا بروفوكاسيون ولا رياكسيون ديال واحد من المشجعين الجزائريين. بانت لي انا عاديه، قال لك زعما شجع اللي بغيتي.
ولكن اكوا سير انك تكون في وسط منا زعما اي تو بروفوك هكذا. زعما هذه الرساله هذه ما عجبتنيش. اذا اعود واكد الاخوه الكرام، جزاكم الله خيرا وحفظكم الله على الصوره الجميله التي حطمت يعني اسطوره ديال العسكر اللي اسس لها يعني الهواري بومدين منذ سنه 1965 نقولوا، يعني من بدا هو يحكم هذه الجزائر. ونظر لان المغرب يعني هو دوله اللي كتعيش الفقر، اللي كتعيش الحرمان، اللي كتعيش الديكتاتوريه، اللي كتعيش الوسخ، حاشاكم، العفن، اي شيء قبيح تم اسقاطه على المملكه المغربيه. جاو المئات ديال الالاف شاهدوا مغربا مختلفا، ماشي مختلفا على الزاويه اللي كيشوفوها هما، لان الناس بزاف كتعرف المغرب، ولكن على الاقل الناس ديال الجزائر اللي جاوا المغرب شافوا بانه الصوره التي يروج لها العسكر الجزائري لا علاقه لها بالصوره الواقعيه التي يعني بناها المغاربه. نهضروا على القرون، ولكن على الاقل في العقود الاخيره وخاصه منذ اعتلاء سيدنا الله ينصرو الله يشافيه ويحفظه سدة العرش في 1999، واحد الوتيره، واحد السرعه، نسير بسرعه البرق بطبيعه الحال. هذه الصوره على مستوى البنيه التحتيه، على مستوى البنيه الفندقيه، على مستوى البنيه الطرقيه، على مستوى البنيه الرياضيه، على مستوى البنيه السلوكيه للمواطن المغربي. الرهان الان، وحنا مازال في البدايه ديال كاس افريقيا، مازال عاد رحنا في المرحله الثالثه. اليوم غيبدا المنتخب الوطني المغربي، نتمناو له التوفيق ونتمناو السي وليد الركراكي القليل من التواضع في حق الجماهير المغربيه، لانها كتقوم بكل شيء، لي زانغريديون كلها عندك خصك تربح. ولكن خصنا ما نضيعوش اولا الملايير اللي استثمرت الدوله المغربيه من اجل انجاح يعني هذا التظاهره الرياضيه الكبيره. ما نضيعوش الجهد ديال وزاره الشباب والرياضه، وزاره الرياضه بطبيعه الحال، الجهد ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، الجهد ديال السلطات المحليه، الجهد ديال الاجهزه الامنيه بتصرفات قد تخدش في صوره المغاربه. وبالتالي اعيد واؤكد، انا بالنسبه لي وهذا رايي ديالي انا، ان التعامل يليق، المغاربه يتعاملوا باخلاقهم بالكرم ديالهم، الله اكبر على الحق، يتعاملوا بما يعكس تاريخهم وعقيدتهم ودينهم وحضارتهم واسلوب حياتهم بدون افراط ولا تفريط. يعني ماشي نمشي نستفز ونبروفوكي وما داروا لك والو، وماشي عاوتاني نمشي نبدا كان نهبط لواحد المستوى اللي هو ماشي ديال المغربي، بقى في واحد المستوى عالي جدا من الاخلاق، ماشي مستوى عالي من الاستعلاء، مستوى عالي من الاخلاق، مستوى عالي من التدبير، مستوى عالي من مواكبه المجهودات ديال السلطات المغربيه، مستوى عالي اللي تعكسه الاخلاق ديال الملوك اللي حنا كاملين تربينا عليها. ولكن ما تبروفوكي واحد، ما تمشي عنده، ما يمشي عندك، ما تقول له لا. اللي طلب منك شي حاجه، بغى شي فكره، مرحبا، بغى معلومه، مرحبا، وقع في مشكل او في مأزق تحيلوا على السلطات ديال البلاد، وقع ما من شأنه شتي بان ما من شأنه ان يمس بالامن ديال البلاد ولا بالسير العادي للبطوله، تخبر السلطات، سواء السلطات المحليه او السلطات الامنيه او اي سلطات اللي هي قريبه لك بطبيعه الحال. ولكن يبقى الرهان هو السلوك، ما عندك ما تزيد. المغرب وفر كل شيء، وفر كل شيء، لم يترك حاجه للمفاجاه، وختمه بسلوك جماهيري رائع، لتحيه عاليه ورائعه وتحيه وطنيه وتحيه ديال تمغربيت المغاربه ديال اكادير، اللي بغاو بعض المسخين ديال الاحذيه الاعلاميه يشوهوا لهم داك الصوره ديال كيفاش دخلوا، ولكن لا، هذاك التعطش انهم يشوفوا مباراه القدم ربما كان التنظيم شويه تقدر تكون عليه واحد المؤاخذه بسيطه، ولكن هذاك الناس راه ماشي هزوهم يعني بمنطق السلاسل والحديد ولا النار والحمي والسلاسل والجحيم، ماشي هزوهم ديورهم بالبوليس ولكن جاو وشدوا الترونسبور ومشاو حتى الملعب ديال الادرار باش يتفرجوا لكره القدم وباش يساندوا واحد الفريق مصري شقيق اللي ما قصرش
في انه يشجعنا وما قصرش انه يكون معنا قلبا وقالبا خلال النهائيات ديال المونديال ديال كاس العالم ديال 2022 بطبيعه الحال. كذلك تحيه عاليه للجماهير ديال طنجه التي انجحت العرس الكروي بالامس ما بين السنغال ولا اول امس ما بين السنغال وما بين الكونغو الديمقراطيه بطبيعه الحال. شكرا لجميع المغاربه الذين انجحوا جميع التظاهرات. البارح الماتش ديال الكاميرون والكوت ديفوار كان رائع ورائع جدا. نستمروا في تسويق الصوره ديال الانسان المغربي. اذا كنا نجحنا في تسويق البنيه التحتيه والبنيه الرياضيه والبنيه الطرقيه والبنيه السياحيه وارضيه الملاعب وجوده العشب وداك الدريناج اللي هبل كاع عباد الله، نحن الان في حاجه الى تسويق تمغربيه السلوك المغربي القويم الذي ابهر العالم في هذه التظاهرة التي يشاهدها مئات الآلاف مباشرة ومئات الملايين بطريقة غير مباشرة عن طريق يعني الشاشة ديال التلفاز. نستمروا الإخوان في هذه الصورة هذه، نستمروا في يعني إرسال لك الرسائل لمغرب اللي كنظن بأن بزاف الناس كيكتشفوا ربما لأول مرة ويشوفوا أن هذا المغرب الذي نظم نسخة من حجم وقيمة كأس إفريقيا للأمم 2025 قادر على أن ينظم يعني تظاهرة من حجم وقيمة يعني المونديال ديال 2030، بل وأننا نراكم لصورة حضارية رائعة سيكون لها انعكاساتها حتى على ما هو السياحي وبالضرورة يعني ملي كنهضروا على مجال السياحة نتحدث على الاقتصاد، نتحدث عن المؤشرات النموية، نتحدث على الصورة ديال المغرب التي يجب أن تغزو العالم بطبيعة الحال. أعتذر على هذه الملاحظة. شكرا جزيلا الإخوان، وديم الله الوطن الملك ولا غالب إلا الله. في أمان الله الإخوة الكرام.